السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جديد غادي نشوفوا فيه ملخص مباراة الوداد البيضاوي المغربي وفريق الترجي التونسي برسم إياب بطولة السوبر ليغ الإفريقي. المباراة كانت جد مشوقة كيف ما كنا منتظرين، وعرفت فرص كثيرة سانحة للتسجيل. المهم إخواني الكرام، ما نطولش عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا لأول مرة كيشاهدوا القناة، كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه كالعادة التيك توكر المغربي الملقب بالرأي المغربي والصحراء الغربية المغربية، واللي غادي يتكلم على الغدر اللي قامت به جبهة البوليساريو الإرهابية بقصف 4 ديال الأحياء في مدينة السمارة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وكذلك الرأي المغربي غادي يذكر المغاربة بأن الجزائر والبوليساريو ما كرهوش يحيدوا بلادنا نهائيا من الخريطة أو يديروا إبادة جماعية للشعب المغربي. لذلك لازم على المغاربة يفيقوا شوية بنعاتهم ويحيدوا من بالهم داك الكلام الخاوي ديال خاوة مع الجزائر. وكذلك الرأي المغربي غادي ينصح الجمعيات المغربية اللي قاموا بإخراج مئات الآلاف من المغاربة للتضامن مع خوتنا والأهل ديالنا في فلسطين المحتلة، غادي ينصحهم باش يديروا نفس الشيء ويخرجوا المغاربة للشارع تنديدا بالقصف الإرهابي اللي قامت به جبهة البوليساريو الإرهابية، لأنه حتى حنا بحد ذاتنا عندنا مشاكل سياسية وخطر كبير كيهدد سلامة الوحدة الترابية ديالنا. المهم إخواني الكرام، ما نطولش عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا لأول مرة كيشاهدوا القناة، كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه الدكتور المغربي عبد الحق الصنايبي قاهر الكراغلة والكبرانات، واللي غادي يستمر في فضح النفاق والمتاجرة ديال النظام العسكري الحاكم في الدولة الجزائرية بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، وغادي يكشف بالتفاصيل وبالدلائل بأن الجزائر عندها علاقات جد ممتازة مع الكيان الإسرائيلي وكتعامل معه منذ تأسيس ما يسمى بالدولة الجزائرية ليومنا هذا، وأن قضية الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هي مجرد شعارات فارغة زرعها النظام العسكري الحاكم في الدولة الجزائرية بين الشعب الجزائري. لكن الحقيقة هي أن فلسطين آخر هم لدى كبرانات الجزائر، والدليل هو أن الجزائر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة اللي منعت المظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين من بعد الاعتداءات اللي قام بها الكيان الإسرائيلي ضد خوتنا والأهل ديالنا في فلسطين المحتلة. المهم إخواني الكرام، ما نطولش عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا لأول مرة كيشاهدوا القناة، كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما.